كل اللي جربها عندي ما بقاش بيعملها غير بالطريقة دي. أحلى وأنجح وأطعم كيكة ممكن تاكلوها في حياتكم. سهلة وبسيطة ومعتمداها بقالي سنين، ما بغيرهاش أبدا أبدا أبدا. هتشوفوا دلوقتي الطريقة وهتشوفوا المقادير، سهلة جدا وموجودة في كل بيت. شوفوا كمان الجمال اللي احنا بنشوفه مع بعض ده. شايفين طرية ازاي؟ هشة وطرية وشاربة شوكولاتة كويس. ويلا بينا نشوف المقادير بتاعتنا. زي ما انتم شايفين كده معايا 4 بيضات. هحطهم في العجان او بالمضرب الكهرباء او حتى بالمضرب اليدوي، مش هتفرق، المهم ان احنا نضربهم كويس. حطيت عليهم شويه صغيرين كده من الفانيليا، وبعدين ببدأ ان انا اضرب فيهم كده شويه لحد ما لونهم يفتح ويبقى لونهم ابيض زي ما هتشوفوه. بعد كده بضيف عليهم كوبايه وربع من السكر، عشان هي هيبقى فيها كاكاو، فعشان ما تبقاش مره معانا نحط كوبايه وربع من السكر. تمام كده. هضرب بقى السكر والبيض، دول اهم مرحله، ان هما يتضربوا كويس جدا لحد ما يعملوا فوم ابيض كده، ويبقوا هش، يبقى القوام بتاعها هش خالص. حطيت معاهم كمان شويه صغيرين من الخل عشان يضيع زفاره البيض. تمام لحد كده كده سهله وبسيطه جدا. زي ما قلت لكم مش لازم خالص عجان، انا بس بستسهل مش اكتر. حطيت كمان كوبايه من الحليب وكوبايه من الزيت. كده كله تمام مع بعض في العجان. هديهم بس مع بعض ضربه بسيطه كده. البيض سوري، اللبن والزيت ما بيحتاجوش ضرب كتير. المكونات الجافه بقى، حطيت كوبايتين الا ربع من الدقيق، وربع كوبايه من الكاكاو الخام المر الاسباني. لازم تحطوا كاكاو يكون طعمه حلو، ويكون الجودة بتاعته حلوة عشان تاخدوا نتيجة ممتازة. يبقى احنا كده حطينا كوباية من الدقيق كاملة، والكوباية التانية حطينا كوباية الا ربع، والباقي كملناها، بقى الربع كوباية الباقي كملناه بالكاكاو زي ما انتوا شايفينه كده. هحط معاها كمان معلقتين من البيكنج باودر، او كيس بيكنج باودر، او كيك شيف اللي بتستخدموه. انا بجيب البرطمان ده بالكيلو كده زي ما انتم شايفين، وباخد منه معلقتين بالشكل ده، وبرجع عينه تاني. هنعمل بقى ايه؟ هننخل كل المكونات دي مع بعض، ودي خطوة مهمة عشان تعمل فراغات في الدقيق. ونضرب بقى كل ده مع بعض كده. لسه هحط، انا وريتكم دلوقتي النسكافيه، هحطه دلوقتي بس بعد ما اضرب، بعد ما انخل المكونات الجافة دي بالشكل ده. هنحط شوية صغيرين خالص من أي نسكافيه عندك، شوية صغيرين بس بيعزز الطعم وبيظهر نكهة الشوكولاتة اللي فيها. حلو لحد كده. أحط بقى كل ده مع بعض في العجان، وفي الوقت ده هقوم ضرباهم لحد ما كل المكونات دي تختفي تماما. في النص كده بنديها تقليبة، عشان لو في حاجة تحت مش مضروبة كويس ولا حاجة، نتأكد إن هي اتضربت كلها، وإن هي كلها ما بقاش فيها أي دقيق ولا أي حاجة. خلاص. زي ما انتم شايفين كده في الاول بتبقى درجة الضرب بتبقى بسيطة عشان الدقيق ما يطرش معايا، وبعد كده بزود الضرب شوية. شايفين لما بقلبها بيبقى فيها لسه تكتلات من الدقيق تحت وفي الجنب، فعشان كده بديها تقليبة في النص كده عشان اتأكد ان كل حاجة اتضربت تمام معايا. سهلة لحد كده. خلاص هديها كمان ضربة كده، وبعد كده هندخلها الفرن. ده كده القالب اللي انا هعمل فيه، اللي هو على قد مثلا صينية 28، أو القالب البايركس الكبير بتاع بتاع الطقم البايركس ده اللي موجود في كل بيت. خلاص. هنزل بقى بالخليط اللي معايا كده زي ما انتوا شايفين في الصينية. وفي الوقت ده هولع الفرن واحطها على الرف اللي في النص. بفتح الفرن من تحت بس، وبسيبها في الفرن لمدة من نص ساعة ل40 دقيقة على حسب الفرن بتاعك. خلاص تمام كده. دي كده شوكولاتة أنا جايبة الكيلو ب20 ريال زي ما انتوا شايفين كده. هاخد منها كوباية شوكولاتة شيبس. ده كده الدارك بتاعها. في منها شوكولاتة بيضة، وفي منها شوكولاتة بالحليب. أنا بحب الدارك، بتبقى حلوة. هحط عليها نص كوباية من الكريمة، ودي اختياري. ممكن تبدلوها بكوباية من الدقيق وعليها معلقة زبدة عشان تديها قوام تقيل متماسك وتديها دسامة حلوة. هدخلهم بقى الميكرويف لحد ما يسخنوا. ما عندكيش ميكرويف، هتسخنيهم على حمام مائي. هتسخني شوية مية كده في حلة، وبعد كده تحطي الطبق زي ما هو كده في الحلة فوق البخار. هيسخن معاكي ويسيح بالشكل ده. بعد كده بقلبهم وبحط عليها معلقة من الزيت، ودي للمعة مش اكتر. انا مش الزيت مش هيفيدني في حاجة غير انه هيديها لمعة بس كده. تمام. قلبتها بالشكل ده كده، وبعدين احط بس معلقة واحدة من الزيت. شايفين؟ لازم نتأكد ان مبقاش فيها اي تكتلات، وان كلها دابت معايا بالشكل ده.
هاقلّبها بقى كده مع بعضها، وبعد كده هاسيبها تبرد أو أدخّلها التلاجة لحد ما تبرد، ولحد ما الكيكة بتاعتي تطلع من الفرن. زي ما أنتم شايفين الكيكة بتاعتنا في الفرن ما شاء الله اللهم بارك، مالية الصينية بالشكل ده كده. طلّعتها طبعًا ما نحطش بايركس على الرخامة مباشر عشان ما يفرقعش مننا، بنحطها على بلانشة أو على أي حاجة اللي هي عشان إيه، ما تبقاش فوطة أي حاجة. باجيب سكينة أو خلة أسنان وباحطها في نُص الكيكة كده، وباتأكد إن هي طالعة ما فيهاش أي عجين، تبقى كده تمام ومستوية معايا. شايفين زي القطن والله العظيم، طرية طراوة مش متخيلينها. انا هوريها لكم دلوقتي. تقدروا كمان تاكلوها كده من غير ما تضيفوا لها اي حاجه خالص، هي هشه وطريه ويعني فيها كل حاجه حلوه. خلاص كده، انا بس بسلكها من الجنب كده، وبعد كده هبدا اقطعها التقطيع اللي انتوا عايزينها تقطعوها بيها. اقطعها مربعات بالشكل ده. أنا باقطّعها قبل ما أحُط الصوص، عشان أنا عايزة الصوص يدخل بين القطع وبعضها. يعني ممكن تحطّوا الصوص دلوقتي كده وبعد كده في الآخر تقطّعوها، بس أنا باحب الصوص يدخل جواها ويتغلغل جواها كده عشان تبقى كلّها شاربة صوص وتبقى حلوة أوي. تمام. باقطّعها بالشكل ده كده وهاورّيها لكم دلوقتي بقى، وشوفوا الطراوة والحلاوة والجمال، وقولوا لي تسلم إيدِك وقولوا لي بتتابعوني منين. خلاص كده، شايفين بقى؟ طريّة، هشة أوي، أوي، أوي. شايفين؟ هوا، تحسّوا إن هي هوا أنا ماسكاه. بجد طريقة ناجحة جدًا وممتازة والله على ضمانتي. امشوا بس على المقادير والخطوات، وأنا أضمن لكم إن أنتم هتاكلوا أحلى كيكة في حياتكم. هابدأ بقى إن أنا أوزّع الشوكولاتة بتاعتي كده بالشكل ده، وبعد ما باوزّعها كده بادخّلها التلاجة من باب إن هو إيه، الكيكة تشرب الصوص بتاعها، وكمان يمسك عليها شوية. بس قبل ما تاكلوها تطلّعوها شوية، عشان الكيكة لمّا بتتحط في التلاجة، أي كيك عامةً لمّا بيتحط في التلاجة بينشف وبيجمد كده شوية، فلازم قبل ما تاكلوه تطلّعوه تريّحوه شوية، وبعد كده تاكلوه هتاكلوا أحلى كيك إن شاء الله. عايزين تاكلوه بالوضع ده كده هتبقى سايحة وجميلة وطرية وهشة، وهيبقى فيها كل حاجة حلوة. أتمنى إن شاء الله إن أنتم تجربوا الطريقة دي وتعجبكم، ويا ريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا له لايك وشير وتقولوا لي بتتابعوني منين. أسيبكم في رعاية الله. باي باي.